السلام عليكم ومرحبا بكم ان شاء الله تكونوا كامل لاباس وصحتكم بخير. مرحبا بكم خياتي وغالياتي في فيديو جديد. اليوم جبت لكم تدبيرة باش تحتفظوا بالفول الاخضر بما انه راهي وقته. يعني هذه التدبيرة جبتها من امي الغالية، تدبيرة ناجحة مليون بالمية. يعني راح يبقى محافظ على اللون تاعو كيما راهو كانه شريتوه جديد، يعني كي تجبدوه من الكونجيلاتور كانه شريتوه جديد وراح يبقى لاطول مده، يعني حوالي 6 شهور سنة. اللي زارت قناتي أول مرة نقولها مرحبا وألف مرحبا، شرفتوني كامل. ما تنسوش يعني تدعموني بتعليقاتكم الرائعة وديروا لي جام هكا باش يستفادوا كامل. خلونا نبدأ على بركة الله. اول حاجه راح نخيروا الفول نوعيه جيده، تكون الحبه تاعو شويه كبيره يعني، ويكون جديد، يعني ما راحش يكون اكيد قديم. نحاولوا كي نقوا الفول نحاولوا نحو هذاك الطرف ولا هذيك اللي تجي لاصقه في الحبه تاع الفول، لانه هي راح تكحل لنا الفول تاعنا وما نقدروش يعني نحتفظوا به لمده طويله. انا لهنا استعملت كميه حوالي 2 كيلو. شوفوا باش تعرفوا باللي الفول تاعكم جديد، كي تنحوا الحبه تاع الفول هذاك الطرف اللي يجي لاصق في الحبه تاع الفول يتنحى وحده، يعني بلا ما تنحوه نتوما يتنحى وحده. وكيما على بالنا الفول مليح للطعام للمسفوف، وكاين اللي يديروه في الطبيخه يعني، ونقدروا نديروه بالقشور تاعو في الطبيخه، وكاين اللي يديروه في البركوكاس. يعني احنا دائما راح نقتصدوا ونحتفظوا به، يعني الجلبانه ولا الفول نخبوها لفصل الشتاء، ولا نستعملوها يعني لمده كي تكون كيما راهو وقته دوكا نستعملوها لمده يعني طويله. هنايا بعد ما نقيت الفول تاعي شوفوا يعني نغسله جيدا ونحاول نحولو هذاك شوفوا هذه هي اللي لازم نحوها، نحولو هذاك الطرف. هنا غسلته جيدا. وش راح نستعملو تاني تيك؟ شوفوا نحاول نوري لكم باللي نحيت هذيك الحاشيه اللي قلت لكم عليها، ولا هذاك الطروفه اللي قلت لكم عليها. هنا نستعمل يعني حبه قارص، انا لهنا عندي نص، وزدت استعملت 4 تاع حبه قارص هكا، باش هذه هي التدبيره اللي تخلي الفول تاعنا يحافظ على اللون تاعو، ما راحش يعني يتبدل اللون تاعو كي نجبدوه كاننا جبدناه جديد ولا شريناه جديد باش نستعملوه. نغسل ونخليه يريح حوالي 5 دقائق. بعد ما خليته يريح يعني 5 دقائق، شوفوا هنايا مازالوا لي حبات فيهم هذيك الطروفه، راني نحاول نحيهم كامل هو اللي كحل لنا الحبه. بعد ما خليته قطرته نحاول نشف عليه، جيبي سربيته ولا سغفيات ولا هكا تكون نقيه، نفرشوا لها يعني بابي مونشوار ولا يعني تاع الكوزينه، ونشفوه جيدا كيما راكم تشوفوا، يعني نحاولوا نشفوه يعني قدر المستطاع، لانه باش ما يبقاش هذاك الماء اللي راح يخسر لنا الفول تاعنا. انتي حاولي تنشفيها ولا خليها يعني حتى العشيه، خلوه حتى ينشف. شوفوا كميه الماء اللي نحيتها. دوكا نكمل نشف هذيك السربيته. شوفوا بعد ما نشفته جيدا نجيب سنيوه ولا نجيب طبق يعني هكا يكون مفتوح. يعني شوفوا الفول تاعنا اللون تاعو القارص، ولا حتى انه تقدري تستعملي الخل اذا ما عندكش القارص، يعني تقدري تستعملي الخل. هنايا بما انه عندي انا 2 كيلو تاع فول، يعني كل كيلو تاع فول تستعملي له ملعقه تاع زيت، يعني زيت نباتيه. شوفوا ونبقى نحرك نحاول ندخل كامل هذاك الفول، هذيك الزيت عفوا، في الفول تاعنا، لانه الزيت هو اللي راح يحافظ لنا على اللون تاع الفول تاعنا، وما راحش يخليه كامل يكحال ولا يعني يذبال، ولا راح يحافظ عليه جيدا. انا يلا هنا جبت هادو الاكياس اللي يتغلقون، نتوما تقدروا تستعملوا اي اكياس اللي عندكم، اكياس هادوك تاع السكر، تروحوا للمحلات ولا الحانوت تشروهم وتستعملوهم. انا عندي هادو الاكياس يعني عمليين، تقدروا تستعملوهم وتعاودوا تغلقوهم كي تنحوا منهم يعني الفول تاعكم، ولا تعاودوا تغسلوهم تعاودوا تستعملوهم.
اللي ما عندهاش هادو ما تقدر تستعمل الأكياس تاع السكر العاديين اللي نستعملوهم كامل ويستعملوهم أمهاتنا. شوفوا البنات، انا هنايا بما انه انا والزوج فقط، يعني قسمته على زوج. اللي عندها كمية كبيرة تقسمها يعني شحال على شحال، ولا توزنها 500 غرام. انا لهنا عيني ميزاني قسمته هكا قسمة يكفيني انا والزوج فقط. شوفوا هنايا اغلقتهم يعني جيدا ونحطهم في الكونجيلاتور، يعني ما راحش كامل، يعني ما راحش كامل انساو حتى تنساو الفول تاعكم يعني، وراح تجبدوه الوقت اللي حبيتو. وكي تجبدوه راح تلقاو نفس يعني نفس الشكل ونفس اللون، ما راح يتبدل والو في. يعني هذه التدبيرة من عند أمي ربي يحفظها، يعني دائما في وقت الفول تجيب لنا الفول يعني بكمية كبيرة تقشره يعني ونستعمله. وإن شاء الله يعني تكون عجبتكم التدبيرة يعني وتجربوها، نتمنى في قلبي تجربوها. وإلى اللقاء، نلتقي في فيديو آخر.